السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أم يوسف. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي جيت نشارك معكم الطريقة ديال الرفيسة ولا التريد. المهم هنايا خديت واحد جوج لايف ديال الدقيق الابيض، جوج لايف ديال الفينو الناعم يعني الدقيق الناعم، وملحة، واحد معلقة صغيرة ديال السكر. المهم هنايا من بعد ما خلطت الخليط يعني دلكتو مزيان، دلكت هاد العجين يعني ضروري تدلكوها. المهم انا راه جربت معكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل. المهم حصلت على العجينه ديالي على هذا الشكل، يعني خاصها تكون شويه خفيفه، ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه. لاني انا غادي نصايبها غير غادي نديرها غير ورقه واحده. المهم تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. المهم هنايا من بعد ما ارتاحت العجين خديت دانتي ديال الزيت، صافي بديت كنقرص في كويرات صغيره على هذا الشكل، يعني كل الحجم ديالهم صغيورين باش غادي حنا ما قلنا ما غاديش نطويوهم وداكشي، غادي نحاولوا المهم غير بحال هكا. غادي نكمل حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. المهم انا حصلت على هذه الكميه، ما شاء الله راه درت واحد الكميه اللي كبيره، لاني صراحه عندي الناس، هادشي علاش درت هذه الكميه. صافي هنايا خديت واحد طنجره ديال الضغط ولا طنجره عاديه. المهم انا علاش خديت طنجره الضغط لان عندي هنايا الفروج بلدي كما كتشوفوا. هنايا الفروج انا ما حيتليش العنق، صراحه الله كنبغي باش ما كيتفرتتش، هادشي علاش كنخلي ليه هذاك العنق ديالو. هنايا خديت واحد جوج بصلات كبار هاشيتهم على هذا الشكل، وتقدروا تقردوهم. المهم تشلدوهم كما كنقولوا، يعني ضروري تشلدوهم. والبصله الباقيه يعني كنخليوها كنديروها طروفه كبار. المهم هنا غادي ندير معكم واحد الربطه ديال القزبر ومعدنوس، ضروري القزبر ومعدنوس تحاولوا تربطوه ما تقطعوش. هنا خديت واحد 4 الفصوص ديال الثومه اللي حكيتهم، وواحد 4 الفصوص غادي نخليهم صاينين. هنا خديت واحد معلقه صغيره ديال راس الحانوت ولا المساخن، كلها شنو كيسميهم، يعني كنضيفوا الخليط مع بعضياته. هنا غادي ناخذ واحد المعلقه صغيره عامره بسكينجبير، كما كتعرفوا الدجاج كيبغي سكينجبير ضروري، الدجاج كنبغيوه. هنا خديت واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وغادي ناخذ معلقه ديال البزار. هنا درت واحد الكميه ديال الملحه ما غاديش نكتر بزاف صافي. والبزار يعني كاين اللي كيبغيها تكون شويه محرحره، انا شويه درتها باش تجينا شويه من السما صافي. وغادي نضيف فيها السمن البلدي، يعني ضروري ديروا فيها السمن، سواء هذا سواء الا كان عندكم متوفر هذا ديروا هذا، ما كانش متوفر تقدروا ديروا دويمه ديال السمن. انا صراحه جبته من عند مرت خويا، شكرا عطاتو ليا. هنايا خديت واحد الكميه ديال زيت العود، انا ضروري هاد الرفيسه كندير فيها زيت العود، صراحه كتجي زوينه. وغادي البقيه غادي نكملها بزيت الروميه العاديه، يعني تقدروا ديروا نص كاس ما بين هذا وهذا. المهم انا كما شفتوا ما كثرتش، ولكن المهم خاصها تكون ضروري بنه صافي. وغادي نخلط الخليط. انا هنايا ما درت ما شرملت لا فروج لا والو، كما كتعرفوا الدجاج البلدي يعني ديجا كيكون بنين صافي. غادي نحطها تقلى وغادي نرجع معكم. صافي هنايا خديت عاوتاني واحد 4 البصلات كبارات، قطعتهم هكا كما كتشوفوا، يعني شرائح، ضروري تقطعوهم على هذه الطريقه باش كتبقى داك البصله باينه صافي. وغادي نكمل التقطيع ونرجع معكم. وهنا ضروري تاخذوا الحلبه، يعني تنقيوها وتغسلوها، ضروري هاد الحلبه. ما غاديش نضيفوها حنايا مع الدجاج، لاني انا الناس ما غاديش يبغيو الحلبه، ماشي كيبغيو النكهه ولكن ما كيبغيوهاش تكون باينه. انا غادي نديرها في واحد الثوب صافي. كما شفتوا هو الدجاج ديالنا من بعد ما تقلى، يعني كنقص عليه البوطه وكنخليه يتقلى. انا ضفت واحد الكميه من الدجاج الرومي، لاني انا ما كناكلش الدجاج البلدي، هادشي علاش عزيز عليا ندير الدجاج الرومي. كتعجبني الطيبه ديالو ولكن ما كناكلوش الصراحه، هو صحي. المهم هنايا خديت هاد الثوب اللي قلت لكم غندير فيه الحلبه. الا كانت عندكم واحد داك اللعيبه ديال الحلبه، يعني ديال البهارات صاينين ديروها فيهم، ما عندكمش صافي صافي. وكتسدوا عليها بحال هكا كتحزموها. هاد الثوب ضروري يكون نقي.
صافي كما تشوفوا يعني الطنجره ديالنا بعد ما تقلات ضفت عليها الماء طايب، وغادي نضيف عليها هاد البصله، يعني ضروري يكون الماء طايب مزيان. صافي وغادي نسد عليها، وغادي نجيب معايا واحد الطنجره واحده اخرى. كيكم غادي نجيب معايا نجيب طنجره واحده اخرى اللي درت فيها واحد البصله صغيره مشلضه، وغادي نضيف فيها العدس. انا العدس ما كنديروش مع الدجاج، لاني كما كتعرفوا العدس ضروري كيطلق الكحوليه، لهذا ما غاديش نديرو مع الدجاج، كنديرو بوحدو. صافي نضيف عليه حتى هو التوابل، وديك الحلبانه ضفتها مع العدس، صراحه كتجي زوينه. اللي بغى ديك الساعه كياكل، المهم كتحطوها بحال هكا في شي طبيصيل، اللي بغيها ياكلها واللي ما بغاش ما ياكلهاش. انا درت شويه ديال الخرقوم البلدي، سكينجبير. هادشي كنديرو فيه غير راس المعلقه، ما كنكثروش التوابل، لاني غادي ناخذوا البلول من الطنجره اللي كطيب لينا، لهذا ما نكثروش، غير باش كنديرو ليها حتى هي النكهات ديالها. صافي وغنحطوها حتى هي طيب على المهم نار عاديه. انا غادي نضيف فيها البلول. صافي كما شفتوا يعني صراحه كتجي زوينه في المذاق ديالها بزاف. المهم هنا الكاميرا كتضبب ليا. انا الصراحه هاد الطنجره صغيره مخليها غير لاصوب، كندير فيها لاصوب الابن ديالي هذا بطيبت فيها، يعني كتجي زوينه زوينه. صافي غادي نورق المسمن. خليت الطنجره ديالي كطيب، وغادي نبدي كنورق في المسمن. اش كنقولوا بالمغربيه غنسمن، المهم هي هذيك صافي كنورقو يعني مزيان، ما كنخليهش غليظ من الجوانب وداكشي. كما قلت لكم راه دايره كريسات صغيورين، ضروري تخليوهم يرتاحوا وعاد ضيفوهم. لانه يديكم بالزيت باش ما يتلصق لكمش وداكشي. انا صراحه كنورق هنايا فوق الرخامه باش كيجيني ساهل داكشي حدايا مع كما كتعرفوا الكوزينه حدا قدا. صافي كنحطوها من بعد ما كطيب، كنقلبوا الجهه اللي طابت، كنديروها الفوق وكنحطوا عليها العجينه. واخا هنايا واخا تكمش لكم العجينه داكشي، يعني تحاولوا تسرحوها بيديكم، ما تخافوش منها. صافي كما كتشوفوا يعني غادي نبقى بحال هكا، فيما طيب وحده نحط عليها الاخرى، فيما طيب الاخرى نحط عليها الاخرى، كنقلبها ونحط عليها. ديما كنحطوا العجينه على الجهه اللي طايبه. وصافي من بعد ما كملت الطياب هانتوما شفتوا، يعني درت واحد الكميه تبارك الله، درت واحد القصريه نيت وجات زوينه عجباتهم صراحه. ممكن نقطعوها هكا، وكاين اللي كيبغي يقطعها على شكل طولي. انا صراحه قطعتها عاديه، يعني رفيسه البلديه ديالنا اللي معتادين كنديروها من ايام والدينا اللي كانوا كيديروها لينا. وكاين الناس بغاوها غير هكا، يعني اللي عنده باش يزين وداكشي راه يزين كيف بغا هو. المهم انا زينتها على قدي، داكشي اللي كان عندي في الدار درته. وانتم ليكم الاختيار، المهم اهم حاجه هي المذاق اللي كيجي زوين. وكتجي هاد المسمن حتى هو كيجي زوين، كيجي رقيق، احسن ما كتمشيو تشريوه من الزنقه صراحه الله. المهم هنايا خديت انا هاد الكسكاس ديال الكوكوط، ولا تقدروا ديروا كسكاس ديال البرمه. غادي ندير هاد المسمن يفور غير واحد شويه، غير واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، طلع فيه تصفير وغادي نحيدو باش كتبقى شاده السخونيه ديالها، باش ملي كنحطوها يعني كتبقى رفيسه سخونه، ماشي البلول سخون والمسمن بارد. هادشي علاش كنديرو. تقدروا ديروها بحال هكا، تقدروا ديروها في الفران، حتى في الفران كتجي زوينه صراحه. صافي وغادي كما كتشوفوا يعني من بعد ما طلعت فيها التصفيره، صافي غادي نحلها على هذا الشكل بحال هكا. هي راه كتجي زوينه، ما كتلصق ما حتى شي حاجه، وكيرطب حتى داك المسمن عندنا. وغادي ندوز باش غادي نحط معاكم. وصراحه الطريقه ديال التزيين كل واحد باش كيبغي يزين. انا هنايا زينت بداكشي اللي عندي، البيض مسلوق والتمر درت فيه الويزات. المهم نتوما ليكم الاختيار كلها وعلاش قادر يزين. المهم كنتمنى هذا الفيديو الفيديوهات اللي كندير معكم ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلايك وزر الاشتراك ولي كومونتير ديالكم، هما اللي كيحفزوني وهما اللي كيخليوني نحط المزيد ان شاء الله. والى فيديو اخر وبصحه والراحه.